هلو جيرليز، ويلكم تو شيماء دايريز. مش في نفس السيت اب بتاعنا، ولكن ممكن تسقيفة على الالتزام. ليه بقى؟ لان انا لقيت ان النهارده يوم الاربعاء، وبكره انا الخميس بيبقى يوم التنظيف الشقه عندي. فاليوم كله بيروح، النهار كله بيروح مني، وبالتالي مش هعرف ان انا اصور لكم، فمش تنزل حلقه يوم الجمعه. فقلت قومي يا بت، الناس دي صحابك وحبايبك واهلك، وقومي صوري ان كانت الظروف. فصورت لكم من سيت اب مختلف، ولكن عملت كوبايه لبن، وكان باقي كوكيز عندي من كوكي فور، كانوا بعتولي لو شفتوا الستوريز على انستجرام. وجبت موزه، وهقعد معاكم قعده اهل وفضفضه. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان الفيديوز بتاعتي ما تبقاش ايه موتيفيشنال، على قد ما يكون فيها تيبس تقدروا ان انتوا تنفذوها. يعني لانه انا I believe انه الموتيفيشن تيبس او كده هتخليكي تتشجعي وخلاص، بس مش هتقومي تعملي حاجة، مش هتقومي تتحركي من مكانك. فاهمة قصدي؟ ف وبصدق قوي في الخبرات الحياتية. يعني انا بحب قوي فكرة الخبرات الحياتية، يعني ان حد يحكي لي حاجة من قصته. بحس ان ده ممكن يأثر عليا مسافات طويلة قوي قوي. استنوا اخد بقى. حاسة ان انا طفلة جدا وانا عاملة كوكيز وبشرب كوباية اللبن وكده. فعلشان كده الفيديو ده اسمه لو بتمري بفترة صعبة، عشان افضفض معاكم واحكي لكم. انا النهاردة كنت سايقة كده فجالي اعلان حاجة I realized انه في نفس التوقيت ده من السنة اللي فاتت. افتكرت يعني حاجة بالظبط. التوقيت ده السنة اللي فاتت كان من أسوأ التجارب اللي أنا مريت بيها في شغلي. أسوأ من أسوأ تجربة يعني تجربة ما اتمناهاش لألد أعدائي. وانتوا عارفين، يعني انتوا عارفين ان انا موضوع الشغل ده انا ما عنديش حظ فيه خالص. 9 سنين بشتغل، و والله اكتر من 9 يعني، بس كلهم تجارب بس. ماشي. وحاجات برضو انا مش بقول ان التجارب بس، انا برضو كنت شخص نايف. يعني شخص ايه نايف؟ يعني مش عارف ازاي اتعامل في بيئات العمل. فاهمين قصدي؟ يعني كنت ممكن احكي حاجات عن حياتي، ممكن ان انا يعني اخلي الناس تستغل حاجات ضدي. فاهمين قصدي؟ ما احطش حدود. موضوع الحدود ده عندي كارثي، وده بسبب ان انا اتربيت اصلا في، يعني كان بيتي مفهوش حتة الحدود دي خالص. احنا الناس عندنا عارفة كل حاجة عننا يعني. فحتة ان احنا نحط حدود دي حاجة، دي كلمة غريبة جدا. فانا ما بالتالي اتربيت انه عادي ان احنا نشير كل حاجة مع كل حد. حاسة ان الحتة دي عندي بتلمع قوي، بس احنا نستحمل بعض. بس انا هقول لكم، انا كنت حاطه ميك اب، فاهمين؟ من طول اليوم عشان كنت بره. فقلت بقى ايه بالمره، استحملوني الفتره دي. يعني انا الناس كلها بتستحملني الفتره دي. اصحابي اللي متابعيني عارفين ليه تستحملوني الفتره دي. الناس اللي مش متابعين تشوفوا الفيديوهات القديمه. المهم، التجربه دي بقى كانت سيئه في ايه بقى؟ عشان بس عايزه اقول لكم ليه لو بتمروا بفتره صعبه وكده. كانت سيئه في اولا كانت مدتها قصيره جدا. عايزه احكي لكم عنها يعني ونشوف الدروس المستفاده منها. كانت مدتها حوالي 3 اسابيع. تمام. وانا كنت طالعه من شغل استنزفني تماما. كنت في سنتين قعدت في مكان استنزفت بالمعنى الحرفي. يعني انا كنت بنيت المكان ده على كتافي حرفيا، و... وطلعت منه بيرند اوت، اقصى مراحل البيرنينج اوت. في نفس التوقيت انا كنت بحضر لجوازي، فاستقلت قبل فرحي ب15 يوم. عايزاكم بس تمشوا معايا في التسلسل. بعد ما استقلت وحد طول عمره بيشتغل مش عارف يعني ايه اصلا فكرة ان هو ممكن يقعد ياخد بريك. دي حاجة بالنسبة لي مش مفهومة اصلا يعني. فاتجوزت. آه، حسيت انه بفراغ كبير جدا جدا جدا، بحد اصلا انا كان مملي دماغي كمان بالافكار بتاعت انه طالما قعدت في البيت كست انا قيمتي مش موجودة. يعني انا قيمتي راحت لو انا اضطريت في فترة ان انا اقعد عشان
اراعي بيتي او ابقى واخده بالي من بيتي او كده، كنت حاسه ان انا قيمتي، انا ماليش قيمه اصلا، لان انا جايه برضو من الناس اللي حواليا كلهم، والشغل اللي كنت ببقى فيه وكده كان دايما رابط قيمه الست بالشغل. ومع الوقت فهمت ان انا اشتغل، اتجوز، اعمل اي حاجه، انا قيمتي مش في اشياء، مش في حاجات. انا قيمتي اصلا يعني I am enough، انا كوني انا موجوده ده كفايه. المهم، فحصل ان انا اتجوزت وكده، وبعدين كنت اخدت حاجه فريلانس مش عارف ايه كده، حاجات اللي هو عارفين خفيفه قوي. وبعدين لقيت حد بتكلمني على لينكد ان، وبتقول لي يعني ايه، احنا عندنا بروجكت كده 3 اسابيع، كان بروجكت مع حاجه كبيره قوي قوي قوي. وكنت مبسوطه جدا، يعني في الحقيقه كنت مبسوطه جدا ان انا هشتغل على البروجكت ده وهشتغل المشروع ده. وبعدين والجوب ديسكريبشن اللي هو المهام الوظيفيه كانت كلها حاجات انا بعرف اعملها وعندي علاقات فيها وكده. وانا طبعي كنت شخص بيدي من قلبه قوي قوي في الشغل. وقتها ما كنتش لسه رجعت للثيرابي تاني، كنت موقفة، يعني أنا كنت الثيرابي خد فترة في حياتي من 2020 ل2022، وبعدين الحمد لله بقيت كويسة، وبعدين رجعت بقى تاني بعد اللي حصل لي في الحوار ده يعني. المهم، بصيت على بروفايل البنت دي وكده، فما سألتش، يعني انا تحمست قوي قوي قوي، ولقيت ان البنت دي كانت واخده سكولرشيب. انا كنت هموت واخد السكولرشيب دي، المنحه دي كنت عايزه اخدها جدا، يعني اللي هو انا بجد نفسي قوي اخد المنحه دي وكده. وكنت حاسه انه الحد ده الكارير بتاعه رول موديل ليا، مع ان ده تقليل من نفسي. ليه؟ لانه الناس كلها اللي حواليا لما كانت بتشوف تقول لي شيماء، هي بس فرق انه الشخص ده اخد الماسترز، بس انت عامله حاجات في الكارير بتاعك، وعندك علاقات، وعندك نوليدج براكتيكال، يعني عندك خبره عمليه اكبر من الشخص ده. بس انا دايما كنت بشوف الحته اللي ناقصه عندي، فاهمين قصدي؟ في اي فتره يعني من الفترات الصعبه اللي انا مريت بيها، وانا كنت شايفه الفتره دي ان انا بفراغ كبير قوي، وشايفه انه انا مش عارفه انا عايزه اعمل ايه، وانا عايزه اقدم على ماسترز وكده. وفعلا كانت في منحه فاتحه في الوقت ده كنت بقدم عليها كماسترز، وقلت خلاص الشخص ده ايه اشتغل معاها وتكتب لي بقى ايه ريكومنديشن ليتر اللي هو خطاب توصيه وكده. ف فدخلت البروجكت من غير ما اسال ال الكيان اللي انا هدخل تبعه ده عامل ازاي، الناس اللي انا هشتغل معاها شكلها عامل ازاي، يعني هل ده اصلا يليق بيا، ويليق بالتاريخ التوظيفي بتاعي، ويليق بان انا شخص اصلا كنت طالعه بدير شركه، ممشيه شركه كامله، وبدير تيم ومديره يعني. ف فالمهم رحت اول ميتنج. الميتنج كان في كووركينج سبيس. حرفيا انا كاني داخله، عارفين اللي عارفين واحنا طلبه في نوع كووركينج سبيسز كده بنشتغل فيها او بنذاكر فيها، غير الكووركينج سبيسز اللي الناس بتشتغل فيها، فاهمين قصدي؟ يعني اللي بنذاكر فيها بتكون حاجه شويه اللي هو فلوسها قليله، بدائيه قوي، مش متجهزه احسن حاجه، شكلها مش شيك، مش عارف ايه. كحد اشتغل 9 سنين وكان بيروح ميتينجز مع مالتي ناشونالز وبيقابل ناس، يعني خلاص اتعود على ليفل معين من الشغل، ليفل معين من الناس اللي بيشتغل معاها. فدي كانت اول صدمه، انا داخله لاقيه الكووركينج سبيس ده عباره عن ريسبشن، في بقى شيبسيات واندومي ومش عارف ايه بره. ودخلت لقيت بقى ايه، عارفين الحاجات بتاعت الستودنت اكتيفيتيز اللي انا اصلا ما مرتش بيها مثلا من ايه من فتره يعني. والاوضه صغير، يعني الاوضه حرفيا كانت حته كده. ودخلت برضو اتصدمت بليفل الناس اللي انا هشتغل معاها كلهم ستودنتس او انا كنت بليد حاجه زي كده. المهم دخلت لقيت ان انا المهام اللي مطلوبه مني كبيره قوي، ومفيش بادجت، وانا عندي علاقات، تمام. فاللي هو استغلتنا بقى العلاقات دي في ان انت ايه تنجحي المشروع ده، تمام. طب والله يا جماعه ايه اول يوم، تمام، هنحط البلان، مش عارف ايه البلان بتاعتنا كذا كذا، اوكي. وفاجأ بقى
الشخصيه دي انا كنت حاطه بقى حدود لنفسي من بعد اخر شغل، ان انا بشتغل من 9 ل5. انا في ساعات عمل معينه بشتغل فيها، انا ما بردش على التليفون في ساعات متاخره، ما باخدش ميتينجز. ولكن ايه، البروجكت ده كان 3 اسابيع وانا دي غلطتي من الاول. المهم رحت رايحه، اخدت بقى البروجكت ده، وافاجئ بقى ايه، مكالمات بعد الساعه 12 بالليل، مكالمات لحد 2 بالليل، اجتماعات في اي وقت. وانا عماله اقول للشخصيه دي انا ما بعملش ده، وفي حاجه جوايا عماله تقولي امشي دلوقتي وسيبي المكان ده، امشي واعملي كده. وانا كل ده عماله بقى استنزف علاقاتي اللي انا جايباها تبروموت حاجه زي دي. يعني مش عارفه اتكلم عن تفاصيل قوي طبعا، بس اللي هو بقى كنت عامله كامبين محترم يعني. ف ف وجايبه بقى ناس تتكلم عن الموضوع فور فري، وانفلونسرز كبار اصلا ان هم يجوا فور فري، دي حاجه كبيره. ف... فالمهم انه ايه، فضلت بقى انا امشي في الموضوع ده. نسيت بقى اقول لكم حاجه مهمه جدا، انا ما كنتش مضيت عقد، وكل ما كنت اسال على العقد يقولوا لي بكره بعده بكره بعده وهكذا. ف... فوقتها انا كنت حاسه ان طول الوقت ان في حاجه غلط، انا في حاجه غلط بتحصل، في حاجه غلط، انا مش مبسوطه باللي بيحصل ده. وكاني لما اسال عن حقوقي في المشروع كانك بتسالي عن حق مكتسب. هو انت ازاي اصلا تتكلمي؟ هو انت ازاي اصلا تسالي عن حاجه زي دي؟ يعني انت مين بجد؟ انا كنت بتعامل في المشروع ده كده، اللي هو انت مين اصلا؟ ومثلا في حاجات بيزكس انا كنت بعلمها للبنت دي، حاجات بيزكس في المجال بتاعنا كنت بقول لها عليها، وكنت بستغرب ازاي حد واخد ماسترز من حاجه كبيره قوي ازاي مش عارف الحاجات دي. تمام. وازاي مش عارف الناس دي في المجالات دي. وهي كانت بتستغل ده بان هي تضغط عليا اكتر، كانت بتستغل ده ان هو يلا طول الوقت مش عارف ايه وكده، تعمل ميتينجز في اماكن ما يعلم بيها الا ربنا. اروح الميتنج المكان عشان اوصل له، انا كنت مشترطه ان انا هشتغل من البيت، لا اجبار تنزلي الميتنج، وتبدا ان هي تعلي صوتها عليا. انا كل دي حاجات ما تفهموش، انا الخوف بتاع ان انا ما الفرصه دي، زي ما كنت بقول لكم دايما على الاباندنس مايند سيت اللي انا وصلت له في السنه دي، انجاز كبير جدا جدا جدا، لانه انا عديت بحاجات بتجارب حقيقيه علمتني كتير قوي. فاللي هو بقى تعلي صوتها ولا وانت لازم تنزلي الميتنج مش عارفه ايه. تمام، انزل بقى الميتنج ده، نقعد مثلا 3 4 ساعات، مفيش اصلا بلان للميتنج، ما بنعملش حاجه. الدنيا ماشيه بمنتهى العشوائيه. لا انت تسهري معانا، وانا لسه متجوزه جديد. تمام. لا انا ما بسهرش، لا انا ما بقعدش ساعات متاخره كده، لا انا دي حدودي. مفيش احترام لاي حدود، مفيش احترام لاي حاجه انتي حطاها او قايلاها او كده. استنى اشرب بقى عشان الموضوع ده كل ما بفتكره ايه بيطلع عليا المواجع. المهم فضلت اضغط على جهازي العصبي، وانا اوريدي كان بيجيلي اصلا بانيك اتاكس حقيقيه. بانيك اتاك اللي هو بصحى من النوم دقات قلبي سريعه جدا، مش عارفه اخد نفسي وكده. انا مش عارفه ان دي بانيك اتاك، مش عارفه دي حاجه اسمها اصلا بانيك اتاك من الشغل القديم. فالموضوع بدأ يضغط لي جدا، وبدأت أول فترة في جوازي تتوتر جدا جدا جدا، لأن أنا مضغوطة مش in my feminine. باخد قرارات غلط، باخد قرارات غلط في الحياة بشكل عام، رابطة قيمتي بالشغل. فبدأت أتعصب وأبقى بطريقتي مش كويسة، فكنت حاسة إن كل حاجة بتتهد. لحد قبل المشروع ده، قبل بقى اللونش بتاع المشروع، أو اللي هو خلاص بقى الإيفنت اللي هيتعمل فيه المشروع، كنت حقيقي بتعامل معاملة مهما اوصفها لكم. أنا لما بفتكر دلوقتي بقول أنا إزاي سمحت بده. حصل بقى حاجة يوم المشروع، البنت دي اللي ماسكين المشروع يعني كانوا بيهددوني ان هم ان انا ممكن ما اشتغلش تاني في المجال ده. تمام. عشان ليه؟ عشان انتي بتحطي حدود، انتي فاكره نفسك مين. وانا ما كانش عندي نفس الثقه في ربنا ونفس المايند سيت العقليه اللي انتوا شايفينها. كنت بخاف، يعني كنت حقيقي بخاف. ف انهارت كومبليتلي. عمري ما هنسى اليوم ده. وحتى انا اليوم ده هم كانوا شايفين، كانوا عارفين انا بقدم على المنحه، قعدوا يقولوا لي احنا هنخليكي ما تقبليش في المنحه دي، واحنا نعرف الناس اللي طبعا هبل. يعني اللي هو انت ازاي يعني ان انا اصدق الكلام ده؟ بس
بس انا من كتر ما كنت اصلا اعصابي مشدوده وضغطه على جهازي العصبي و... ورابطه قيمتي بالشغل وكل الكلام ده، صدقت كل ده و... وفي اليوم ده انا عمري ما هنساه. كانوا بيخلوني اعمل حاجات انا عمري في حياتي ما عملتها. انتوا متخيلين؟ كنت واحده مديره بتدير شركه، كان يوم الايفنت مثلا اللي هو انت ازاي ما ترصيش الحاجات معانا، انت ازاي ما ترتبيش الكراسي، اللي هو انا ما بعملش كده. وانا يعني مش بشكر في نفسي، بس انا يعني شخص ايمج، لابسه بقى بليزر من زارا، وكنت اصلا يعني متهيألي من اشيك الناس اللي كانت موجوده في اليوم. يعني كنت حاسه ان انا شيك جدا، والايمج والمستوى اللي انا حاطه نفسي فيه لا يساوي المكانه بتاعت المكان ده اصلا. وانا ازاي جيت هنا، ازاي الناس دي بتكلمني كده؟ بس عارفين انتوا مش عارفين ترياكتوا مع الحاجه. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان اي حد بيمر بتجارب صعبه، اي بني ادم بيمر بحاجات تهزه. فلو عدلكوا بقى كم مره انا اتظلمت فيها وكم مره اتبهدلت فيها وكم مره ما يتعدوش. يعني انا الثيرابيست كانت دايما بتقول لي شيماء، انت بتقعي وتقومي، بتقعي وتقومي، بتقعي وتقومي، ريحي. مفيش حد يفضل يقع ويقوم، يقع ويقوم، يقع ويقوم وهو كده. يعني لا، يعني كفايه بالراحه على نفسك بقى. المهم اليوم ده انا دخلت الحمام بعد بقى ما بقول لكم حوار رتبي الكراسي ده. دخلت الحمام قعدت اعيط بطريقه هستيريه. يعني انا كنت بقى بجد جالي بانيك اتاك، مش عارفه اخد نفسي. اتصلت بجوزي قلت له بص انا مش قادره. قال لي خلاص يلا تعالي. معرفش انا سوقت ازاي اليوم ده. كنت بكلم واحده صاحبتي في التليفون، انا كنت منهاره، هي كانت خايفه يجرالي حاجه من المعامله اللي انا اتعاملتها والمعامله اللي انا ما استحقهاش. وعارفين لما تحسوا بقى كل الافكار السيئه جت في دماغي، ومن هنا بدات ادخل في اكتئاب حقيقي. يعني دخلت انا الفتره من شهر 10 لشهر 12 ورحت للثيرابيست وبجد اللي هو انا حرفيا ممتنه جدا لجوزي في الوقت ده ان هو قعد اولا استحملني في اول فتره في جوازنا. آه، كان بيشجعني ان انا اروح الثيرابي، وان لا انت محتاجه تروحي، لان انا ما كنتش كويسه خالص. دخلت بقى في مود اكتئاب لافكار مش حلوه ان انا اعملها في نفسي، انه خلاص انا مش عايزه اكمل في الدنيا اصلا. انا ليه كل البني ادمين كده؟ وليه كل الناس مش بتتعامل كده؟ وليه وكل اللي بتعامل معاهم كده؟ وكان ده تفكيري. ما عنديش بقى تفكير حتة انه لا، احنا لما بنبدأ نحط حدود لنفسنا ونبدأ ان احنا نعرف قيمة نفسنا ونعرف قيمة اللي احنا عملناه ونعرف قيمة كل الحاجات دي، نحب نفسنا. فما ندخلش حياتنا غير الناس اللي تدينا قيمتنا، ما ندخلش حياتنا غير الناس اللي بتعاملنا على قدر قيمتنا. فقيمتنا دي مش مربوطة بإحنا جايين منين، ولا عيلتنا، ولا الشغل، ولا الجواز، لا 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 خالص. قيمتي مربوطة بشغلي على نفسي، باللي أنا عملته، بالحاجات اللي أنا لو قعدت أكتبها كده هتبقى حاجات كتيرة قوي أنا عملتها لنفسي تستحق إن أنا ما دخلش في حياتي غير ناس على نفس القدر ده، من إن هي يعني تعاملني بنفس الطريقة اللي أنا استحقها. ف رحت بقى وقتها للثيرابيست، وبدأت بقى رحلة العلاج يعني. ووقتها بدأت أفهم أكتر عن الحدود، وبدأت أتعلم وأعرف إن دي حاجة كبيرة قوي 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 عندي مش موجودة. وابدأ أحط حاجات في دماغي إنه سبحان الله كان ليا فلوس عند الناس دي كانت متأخرة، ربنا جابها لي. أنا مقتنعة بكده كومبليتلي، إن ربنا اللي اداني الفلوس دي. قطعت بقى خالص ان انا اشتغل في مشاريع كده. كان بيجيلي حاجات كتيره قوي وكنت مبسوطه جدا. كل مره انا كنت بقول فيها لا لحاجه كبيره، يعني الحاجه قصدي صغيره، كان بيجيلي قصادها حاجه كبيره قوي. ودلوقتي وانا بقرا الكتاب بتاع مانيفست، اللي متابع على انستجرام هيعرف ان انا بقراه. حاجه من الستبس هي فكره انه الشخص ما ياخدش حاجة هو شايف ان دي حاجة اقل منه، عشان هو خايف، عشان عنده عقلية الندرة، عقلية ان دي اخر حاجة، عقلية ان انا طب ما الشخص ده انا ممكن اقلل من نفسي علشان الشخص ده عنده حتة معينة يدعمني. لا 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 لا، اعرفي قيمتك، ما تقلليش من نفسك، ما تقلليش من نفسك، ما تقلليش من نفسك. انا ياما 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 شفت
الحاجات اللي ناقصه عندي وعرفت ناس على اساس ان هم يكملوا النقص ده، واكتشفت ان انا اعلى بكتير قوي قوي قوي. انا اعلى بكتير قوي من الناس دي اصلا تبقى في حياتي. ده مش على مستوى الشغل بس، ده على مستوى العلاقات، على مستوى علاقات فاشله، سواء في صداقه او في علاقات يعني حب او اي نوع من انواع العلاقات. الناس دي اصلا مستاهلش ان انا يبقوا موجودين في حياتي. انا احسن من كده. ده هم اللي بيبقوا مبسوطين ان انا موجوده في حياتهم. ولما بيشوفوا الضعف ده عندك بيبداوا يستغلوا ده. هم عايزين ياخدوا منك، بيبداوا يستغلوا عشان ياخدوا الحلو كله ويلعبوا على ده. فاللي عايزه اقوله لك ان النهارده بعد سنه سبحانك يا رب، سبحانك يا رب بجد، بعد سنه انا الحمد لله احسن على مستويات كتيره قوي. اتعلمت حاجات بيتدفع فيها فلوس كتيره قوي عشان الناس تقعد سنين تتعلمها. انا فخوره بنفسي ان انا اتعلمتها، فخوره ان انا وصلت للمرحله دي من حبي لنفسي، فخوره ان انا وصلت للمرحله دي من ان انا احط حدود، فخوره ان انا بقيت اعرف الحاجه اللي انا بقدمها لاي مكان. انا عارفه ان انا ما بروح حته بدي فيها بضمير قوي، فاخد اللي استحق قصاد ده من فلوس، من ناس انا شبه الناس اللي انا عايزه اشتغل معاها، من حاجه معينه. بقيت اصدق في نفسي اكتر. ولو ما كنتش صدقت في نفسي ما كنتش واحنا بنشتغل في الثيرابي كانت بتدور معايا على حاجات انا بحبها وعايزه اعملها، بس انا خايفه من كلام الناس او خايفه من الرأي بتاع الناس. فكانت منها ان انا اكريت كونتنت، ان انا اعمل محتوى على السوشيال ميديا. حد كان يصدق ان اول فيديو عندي على يوتيوب وانت فايرل، ولقيت الدنيا بتكبر قوي على يوتيوب في وقت قليل، الناس بتقعد تبني في سنين. تيك توك نفس الحكاية، انستجرام حتى لو بيكبر واحدة واحدة انا مبسوطة بالبروجرس ده، لان انا حتى مش رابطة قيمتي بصناعة المحتوى. انا عارفة انه اي حاجة انا هحط دماغي فيها انا خلاص، انا الحتة دي ربنا هيكرمني فيها، وان اي حاجة انا هحط دماغي وهحط يعني مجهودي فيها انا عارفة انه ان شاء الله لو ليا نصيب فيها هتجيلي يعني ربنا هيكرمني فيها من وسع. ما اكلتش الكوكيز معاكم، كانت بالبيستاشيو عشان اخد اصلا. فانا بعمل الفيديو ده ليه؟ علشان اقولك انه كل حاجه بتعدي. دي مش اغنيه امير عيد ولا اغنيه حمزه نمره، لا بجد كل حاجه بتعدي. انا في اللحظه دي كنت حاسه ان انا حياتي انتهت وكاريري انتهى. كارير مين اللي انتهى؟ اشتغلت بعدها في 3 اماكن مثلا، جات لي في يوم مشاريع كبيره وما اتكلمتش عنهم، ما احتجتش ان انا اتكلم عنهم. سبحان الله كلهم جولي اصلا ترشيحات. فلا احنا مش مربوطين بقيمة حاجة معينة، ولا الوقت اللي انتي بتعدي بيه دلوقتي ده هو الوقت اللي خلاص مش هيعدي وان حياتك بتنتهي. ساعات بنعدي بأوقات فعلا تحسسنا انه خلاص ان احنا ويلوست كل حاجة، عشان احنا مش شايفين الجوانب التانية. انا مثلا وقتها ما كنتش شايفة انه انا اكتشلي الحمد لله بنيت بيت، الحمد لله انا عندي حتة كويسة في حياتي، الحمد لله عندي صحاب بيحبوني جدا، الحمد لله عندي اهل، الحمد لله عندي بيت، عندي نعم كتيرة قوي 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 في حياتي. انا اختزلتها كلها في حتة الكارير، اختزلتها كلها في ان انا هو ده كل حاجة، وان انا I will lose كل حاجة. ومن بعدها اشتغلت بقى على الحاجات ديب داون اللي هي بتخليني اقع في الناس دي. لانه ما تقعديش تلومي الناس كلها كده، والناس كلها في حاجة بتخليكي تقعي في نفس الباترن من الشخصيات، او نفس انواع الناس، او نفس انواع الناس اللي بتأذيكي. اعرفي الباترن دي من عندك ايه وخدي مسؤولية ده. يعني خدي مسؤولية ان انتي اللي توقفي ده عند حد. لان انا لما خدت مسؤولية ده بدأ ادخل في حياتي ناس قليلة، هم قليلين واقل. وممكن ساعات كتير انا بحس ان انا ما بقاش حواليا ناس وزحمة زي الاول، زي قبل كده خالص، بس بقيت بختار قوي، فاهمين؟ فبقيت حاسة بشوية سلام نفسي، يعني ربنا يديمهم. ليه؟ عشان خلاص انا حاطة الناس في اماكنها، حتى الصحاب بقيت احطهم في اماكنهم.
الصاحب ده انا عارفه بتكلم معاه عن كذا، والصاحب ده انا عارفه بتكلم معاه عن كذا، والصاحب ده انا بشاركه كذا، ومش كل حاجه بشاركها مع كل حد. ومبقتش بحكي كل حاجه زي زمان، ما بقتش الناس كلها تعرف مشاكلي والناس كلها تعرف حكاياتي، لان كل ده ليه علاقه بالحدود. وكل ده في الاخر بيخليكي تقعي في ظروف ومشاكل في حياتك، وتقعي في ناس ما يعلم بيهم الا ربنا. وقتها برضو انا كنت حاسه انه كنت داخله الجواز وكده، بارت منه عشان ما اتكلمتش عنه واغفلته يعني. حته الفلوس انا كان بارت برضو منه، ان انا كنت حاسه انه كنت لسه بقى داخله الجواز، وكان عليا شويه اقساط في حاجات ومش عارف ايه. فسبحان الله الاقساط دي كلها اتسدت يعني كده من عند ربنا، يعني مش من المشروع ده خالص، لان المشروع ده كان فلوس ولا حاجه، ولا حاجه كمان كانت فلوسه. انا حتى ما اعرفش انا ازاي وافقت عليها مقابل السالري بتاعي في الماركت. ف فالمهم انه كنت خايفه ان ما يجيليش فلوس، كنت عايزه اي فلوس تدخل لي. كنت حاسه انه هعمل ايه في الاقساط دي، وهعمل ايه و... الموبايل حطاه على الهولدر، فالهولدر بيقعد يتهز كده عشان يثبت على البتاع. المهم كنت بقول لكم ان انا كنتش عارفه انا هعمل ايه في الفلوس دي، ولا انا هعمل ايه في الحاجات دي. ومش شايفه اي مخرج غير المخرج الحلول اللي انا عارفاها. يعني انا مش شايفه حلول ان انا ادعي ربنا، مش شايفه حلول ان انا الجا لربنا، مش شايفه حاجات تانية حواليا انا ممكن اعملها. طب ما انا الكونتنت جه بعد كده وبدأ بنوع ما يدخل لي شويه فلوس. فالمهم انه انا ما كنتش شايفه اي حلول غير اللي انا عارفاه، مش شايفه اي حاجه تانية. فاللي عايزه اقوله لك بس، لو انت بتمري بفتره صعبه، انا جايلك بعد سنه حرفيا. كانت دي القشه التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا حرفيا. لان انا كنت اتعرضت لحاجات كتيره قوي قوي في الشغل. والتعرض ده كان بسبب ان انا رابطه قيمتي بالشغل، لان انا من وانا صغيره بربط قيمتي بالاشياء عشان احس ان انا استحق الحب، او استحق ان انا اكون موجوده. وبشيل اللي هو حمل مش حملي زي ما بيقولوا، فبدخل اي مكان اشيل الليله باللي فيها، واشيل هم احنا الشركه هتجيب فلوس منين. اشتغلي على الحاجات دي من جوه، اشتغلي على الحاجات دي من طفولتك، اعرفي الحاجات دي انت بتقعي فيها ليه. لما تعرفي انت وقعتي فيها ليه صدقيني ده بيساعدك كتير قوي، ان انت ممكن تقعي مره بس ما تقعيش التانية. ومع الوقت تبدا الوقعات دي تتحسن، وتبداي تفهمي نفسك اكتر، وتبداي تعرفي ان اصلاح نفسك دي مسؤوليتك. وتعرفي انه كل الاوقات الصعبه بتمر في الحياه، كل الأوقات الصعبة بتمر، ممكن نتكسر وممكن نقع، ولكن بعد سنة بقولكوا انه الحياة فيها حاجات تستحق ان احنا نكملها. يمكن انا مخدتش الماسترز اللي انا بحلم بيها لسه، والله اعلم انا هاخدها ولا لا، بس بقيت واثقة انه في خطط تانية ربنا حطها لي احسن بكتير قوي. يمكن ما اشتغلتش في المالتي ناشونال كوربريت اللي انا كان نفسي فيها، بس قصاد ده اشتغلت في حاجات دخلت لي فلوس كويسه. اخدت راحه بال لما بقيت بختار الحاجات والناس اللي دخلها حياتي، وده ساعدني ان انا اطور من نفسي اكتر. أه بنيت بيت. ف فاللي عايزه اقولهولك انه كل حاجه حاولي تبصي، مش هقولك بقى الكليشيهات بتاعت حاولي تبصي على نص الكوبايه المليان والكلام ده، لا. بس يعني حاولي تشوفي الحاجات التانية اللي موجوده في حياتك. حاولي يبقى عندك امل في بكره انه خطه ربنا احسن لينا، انه ربنا عارف احنا نقدر نستحمل ايه. انا مثلا بقول لنفسي انا لو كنت اشتغلت كوربريت عمري ما كنت هستحمل. انا ما بستحملش الناس اللي هم ممكن يبقوا مؤذيين. في ناس على فكره بتعرف تستحمل ده كويس قوي في الشغل، وبتعرف ان هي تحط المشاعر على جنب. وانا واخد الشغل ده عشان فلوس، انا عمري ما كنت كده، يعني ما بعرفش ابقى كده. فعشان كده يمكن الفتره اللي فاتت كانت الفريلانس احسن لي، كان ان انا اعمل كونتنت والاقي هوايه انا بحبها احسن لي. فممكن ما يبقاش فيها اكتر استقرار مادي في الدنيا، تمام، بس ممكن يبقى فيها راحه بال. فاهمين قصدي؟ ف وعلى رأي يعني احمد ابو زيد في دروس اونلاين، الواحد لو مش هيلاقي راحه البال في كوبايه القهوه، حتى لو بقى عندك يخت مش هتلاقي راحه البال. لانه استمتاعك بالحاجات الصغيره في وسط الظروف الصعبه
هو ده اللي بيخلينا نكمل، هو ده اللي بيخلينا نقوم تاني. آه ان انتوا تلجأوا لحد. لو انت معكيش فلوس تروحي ثيرابي. انت بتسألوني كتير قوي على الدكتوره بتاعتي والله، ودايما بقول لكم ان هي، انا كنت بتابع مع دكتوره شاهندة خليل بس هي في اسكندريه في DBT كلينيك، كنت باخد معاها اونلاين. بس ريتلي بقيت بتابع مع حد متخصص اكتر يعني في الحاجات اللي ليها علاقه ب... بصدمات الطفوله والتربيه وكده، لان انا I'm going to be a mom ف... فعايزه اتعلم اكتر عن ده، وعايزه اتعلم اكتر عن ايه الحاجات اللي ممكن تخليني كويسه. فبشتغل على نفسي يعني في الحته دي. بس فانتي وعموما ما تاخديش ترشيح حد. على فكره في ناس انا رشحت ليهم الثيرابيست بتاعتي وما استريحوش، فانتي خدي الحد اللي ليه علاقه بالحاجه اللي انتي عايزه تشتغلي عليها. ولو لقيتي ان الثيرابي غالي، لان الثيرابي مكلف، حاولي تقري كتب تطوير نفس، كتب عن تطوير الذات. حاولي تروحي حاجات، ممكن يبقى في حاجات فيها جروب ثيرابي، تروحي ريتريت، تروحي ورش، حاجات بس تقدري تفرغي فيها. حاولي تعملي جورنالينج. بجد انا الجورنالينج بيفرق معايا قوي، ان انا اكتب كل يوم، اكتب كل المشاعر اللي انا حاسه بيها بمنتهى العصبيه وبمنتهى كل حاجه انا حاسه بيها. وحاولي في الفترات الصعبة ما تقارنيش نفسك بغيرك، لأنه في الفترات الصعبة بنلاقي نفسنا بنقول هو اشمعنى الشخص اللي كان معايا ماشي على نفس الطريق ممكن يكون وصل لحتت وعارف يكوب مع مواقف ومع ناس أكتر مني. ليه أنا اللي بيحصل لي كده؟ ليه انه ممكن يبقى حد احنا الاتنين كنا ماشيين في نفس الطريق وحظه احسن من حظي من وجهة نظر بقى حد خلاص انت في ديب ديبريشن، احنا الاتنين احنا مكتئبين، يعني انا مكتئبة اكتئاب اللي هو اكتئاب مرضي يعني. ف فالمقارنة وقتها كانت بتموت، بتحرق الانسان نفسه قبل ما يعني هتحرقك انتي قبل ما تحرق الحد التاني. فلما بدأت أهدى وأشوف إنه لأ إحنا عادي، ممكن نبقى إحنا الاتنين ماشيين في نفس الطريق، وأنا أروح كده وحد تاني يروح كده، وإحنا الاتنين كل واحد ربنا كاتب له حاجة معينة. فحاولي تبعدي نفسك عن المقارنات في الأوقات الصعبة. حاولي تبعدي نفسك عن أي حد بيزود عليكي المقارنات، حد بيحسسك بنقص. ابعدي عن الناس دي كلها، عشان احنا مش مستحملين يعني. انشغلي بإصلاح نفسك، انشغلي بان انت تبقي احسن. بس كده، ده اللي انا كنت عايزة احكيه لكم. انا بحب كل فترة كده احكي معاكم عن تجربة حياتية. ممكن تبقى دي مش اصعب حاجة اي انسان بيشوفني بيمر بيها، بس ستيل انتوا ما تعرفوش كل حاجة عن حياتي. يعني ستيل في ناس انتوا ما تعرفوش يعني كل حاجة عن حياتي، ما تعرفوش حاجات عن حياتي انا بقى الشخصية، عن حاجات مرضية مريت بيها. يعني مش حابة اخوض في تفاصيل، ولكن كنت حابة اشرح الحتة دي من التجربة. الناس اللي عارفاني قوي يعني القريبين عارفين حكايتي او عارفين الحاجات اللي مريت بيها. بس انا مبسوطة بنفسي ان انا معيشتش دور الضحية، ومبسوطة في الحتة قوي 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 اللي انا وصلت لها، لانه it wasn't easy سير. عارفين الفيلم بتاع Pure of Happiness؟ هم قالوا في الاخر it wasn't easy سير خالص. it wasn't easy سير ان اوصل للحتة دي في حياتي. الحمد لله، الحمد لله في كل حاجة فيها يعني. فاشتغلت على نفسي كتير قوي، اشتغلت وما كنت وكنت بقع كتير قوي وبقوم. يعني اظن في اي وقعة من الوقعات اللي انا وقعت فيها في حياتي كنت ممكن حد تاني يقع وما يقومش، وده اللي كانت الثيرابيست تقولهولي، لان انا الحياة ما كانتش ممهدة يعني. فاهمين قصدي؟ خصوصا لما الحد بيبقى عنده ناس داعمينه في حياته يعني عارفين ان هو فيه كده باك بون في الاهل او كده. انا ما حسيتش بالحته دي يعني، فكان لازم ان هو انا اشيل مسؤوليه نفسي، وان انا اقع واقوم، بالذات في حته الشغل، وان انا ابقى شخص ناجح، او احاول ان انا ابقى ناجحه، او ان انا اطور من نفسي او كده. فاللي عايزه اقوله لكم انه ما تعيشوش في دور الضحيه. خدي مسؤوليه ان انتي مش كويسه، خدي مسؤوليه اي حاجه بتحصل لك.
حتى لو هي بره ايديكي، حتى لو هي حاجة انت مالكيش تحكم فيها، خدي مسؤولية ان انت تفكري في ان بكرة في امل، وان الظروف دي هتتحسن، وتدعي ربنا. لان صدقيني ربنا بيبدل حال لحال كده. وقروا عن حاجة اسمها طي الزمان، انه ربنا ساعات بيحصل على الناس حاجات وقت انه حرفيا الزمان بيحصل له طي، انه حاجة معينة في حياتك زي ما تكون بتتكرمش، وربنا يغير كل حال لحال تاني. ربنا قادر على ده بطريقة انتوا لا تتخيلوها، من حال لحال كده. يعني الكتاب اللي انا بقراه دلوقتي اللي هو بتاع مانيفست، الكتاب هي اللي بتكتبه مش مؤمنة بربنا، فبتتكلم كل حاجة عن الكون وعن اليونيفرس وكده. فببقى كل حتة بتيجي ليها علاقة بيونيفرس فانا بشطب عليها وبكتب جد ربنا. ف فبقول انه اذا كانت الناس دي بتصدق ان في قوة عظمى هي الكون، تمام، ما بالك احنا بقى بنصدق انه احنا مؤمنين ان في ربنا، فقوة اعظم بكتير قوي 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 قوي. هل ربنا مش قادر انه يغير حالك من الحال؟ يعني عايزة اقولك في كده، فكون فيكون يعني. بس يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب، تقولي رأيكم في الفيديو، وهستناكم تعملوا لي فولو على انستجرام وعلى تيك توك. وبس كده، باي باي.